الشكل النهائي ديال الكروكيت ديالنا ها هو وجد. هادو اللي يعني بالخبز المحكوك وبالبيض والطحين. هادو كنت درتهم غير بالطحين باش تشوفوا كي كيجيو. حتى هما كيجيو يعني مزيانين. كتقدموها مع الصلصه الحاره اولا الصلصه الحلوه. وهذا الباذنجان اللي كنا قلينا. النصيحه اللي نعطيكم فاش قطعوه يكون رقيق ما يكونش غليظ باش يدخلوا الطياب. ومن الداخل كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مقرمش وكيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الاطباق اللي وجدت لكم. لازم نقسم لكم هذا ديال الكروكيت. كيجي من الداخل كيجي زوين وكيجي يعني طايب وفي واحد الريحه زوينه ديال داك كنور. يمكن لكم تضيفوا الجبن الا كان كيعجبكم الجبن، وكيبقى داكشي اختياري على حساب الرغبه ديالكم وعلى حساب الموجود. الا عجبكم الفيديو ديالي دعموني في القناه ديالي، هي قناه امة الله للطبخ. وما تنساوش تجيب بالضغط على المربع الاحمر اللي لتحت باش يوصلكم هكا كل جديد. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات اللي قدمت لكم، اللي ساهلين وكيجيو مزيانين. نتمنى لكم الخير، ونتمنى ان شاء الله تجربوا وتردوا عليا الخبار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم الخير وشهيه طيبه، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات. اليوم ان شاء الله غنعملوا واحد الوصفه ديال الكروكيت ديال الدجاج بمكونات بساط. غادي تخرجوا الكروكيت. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا الدجاج كيكون مقطع قطع صغيره وكيكون خضر. كنحتاجوا الرز كيكون مسلوق مع الماء ومصفي وكيكون بارد. كنحتاجوا شويه د الربيع، وكنحتاجوا الضمه ديال البنه يعني كنور. انا هنا عملت غير القياس ديالي. الا عملتو يعني عملتو قياس كبير كديروا واحد الضمه ديال البنه كامله باش يعني يجيكم ما يجيكم في المذاق هو هذاك. هنايا كنحتاجوا لكلشي كنطحنوه، ما كنعملوش ملحه لان كنور مالح. غنطحن كلشي حتى غنحصل على واحد العجينه. من بعد ان شاء الله نتلاقاو. الخليط ديالي درتو يعني كامل، يعني الدجاج وكنور والربيع والرز. غنطحن كلشي دابا حتى غنحصل على واحد القوام. واللي كيبغي يعني الاعشاب المنسمه يمكن انه يضيف الاعشاب المنسمه اولا الحار اللي يعجبكم. من بعد ان شاء الله ونتلاقاو. الكروكيت ديالنا كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا، كيكون يعني معجن. كنطحنوه مزيان حتى يعني نسجموا جميع العناصر. وانا ضفت ليه شويه ديال الهريسه. وكيبقى لكم نتوما الاختيار اللي بغيتو ديروا. دابا الا بغيتو يعني تقليوه كديروه في الطحين وديروه في البيض وديروه في الخبز المحكوك. ما بغيتوش انا بعض المرات كنديرو غير في الطحين وكنقليه نيشان يعني في الزيت. من بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش غديروا ليه. وهذا يعني كتعرفوا شنو فيه، ويعني وساهل وكيخرج بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتقدموه لوليداتكم ولعائلتكم. دابا ان شاء الله من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد الوصفه اخرى ديال الدنجال كيجي حتى هو معمر ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله. الكروكيت ديالنا كناخذوه وكنعملوا اما كويرات اولا اصابع اللي بغيتو. كتكوروه ولا ديروه بحال هكا بحال الاصبع. من بعد ان شاء الله كتاخذوا الزيت كتكون سخونه. الا بغيتو مثلا ديروه في الطحين وديروه في البيض وديروه في خبز المحكوك كيبقى لكم الاختيار. انا بعض المرات كنديرو غير في الطحين وكنقليه مباشره. كيجيني مقرمل وكيجي مزيان. واخا يبان لكم راه معجن راه من بعد كيتماسك فاش كيدار في الطحين. بغيتو ديروه اصابع كديروا اصابع، بغيتو ديروه يعني مكور. اللي عجبكم كيبقى لكم الاختيار. غادي نكمل من بعد ان شاء الله ونتلاقاو. الكروكيت ديالي من بعد ما ساليته كنحصل عليه على هذا الشكل هذا. دابا بقى لي غنعملو في البيض ونعملو في يعني في خبز المحكوك ونقليه هو والباذنجان. ومن بعد ان شاء الله ونتلاقاو. كناخذوا البيض ديالنا كنطربوه وكنعملوا معاه شويه ديال الملحه وكنعملوا شويه ديال البزار. كناخذوا الدنجال اللي بالجبن كنوركوا عليه وكنعملوه هنايا في البيض. من بعد كنعملوه في الخبز المحكوك. من بعد كنقليوه في الزيت. غناخذ وحده اخرى. الزيت ديالنا كتسخن كناخذوا الدنجال كنعملوه في البيض. ومن بعد كنعملوه في الخبز المحكوك.
وكنقليوه في الزيت بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالو كي كيجي. الدنجال ديالنا كنقليوه وكنبقاو نوركو عليه بحال هكايا، من بعد حتى كنحصلوا عليه راه يعني تحمر، وكنقلبوه للجهه الاخرى من بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخر كي كيجي. الكروكيط ديالنا ديال الدجاج كناخذوه وكنعملوه في الطحين. الا بغيتو تقليوه مباشره راه كيجي حتى هو مقرمل، ما بغيتوش كتضيفوا ليه عاوتاني البيض، كتضيفوا البيض اللي كيكون مع شويه الملحه وشويه البزار، كتعملوه في البيض وكتعملوه في الخبز المحكوك وديروه في الزيت. غنستمر من بعد ان شاء الله ونقليهم وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم في الاخر كي كيجيو. راه كيجي واحد المذاق فيهم رائع وكيجيو زوينين. من بعد ان شاء الله ونتلاقاو بالشكل النهائي ديالهم بجوج، يعني بالدنجال وبالكروكيط ديال الدجاج. الشكل النهائي ديال الكروكيط ديالنا ها هو وجد. هادو اللي يعني بالخبز المحكوك وبالبيض والطحين، هادو كندرتهم غير بالطحين باش تشوفوا كي كيجيو حتى هما كيجيو يعني مزيانين. كتقدموها مع الصلصه الحاره اولا الصلصه الحلوه. وهذا الباذنجان اللي كنا قلينا، النصيحه اللي نعطيكم فاش قطعوه يكون رقيق ما يكونش غليظ باش يدخلوا الطياب، ومن الداخل كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مقرمش وكيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الاطباق اللي وجدت لكم. الا تنقسم لكم هذا ديال الكروكيط، كيجي من الداخل كيجي زوين وكيجي يعني طايب وفي واحد الريحه زوينه ديال داك كنور. يمكن لكم تضيفوا الجبن الا كان كيعجبكم الجبن، وكيبقى داكشي اختياري على حساب الرغبه ديالكم وعلى حساب الموجود. الا عجبكم الفيديو ديالي دعموني في القناه ديالي، قناه امة الله للطبخ، وما تنساوش التسجيل بالضغط على المربع الاحمر اللي لتحت باش يوصلكم هكا كل جديد. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات اللي قدمت لكم اللي ساهلين وكيجيو مزيانين. نتمنى لكم الخير، ونتمنى ان شاء الله تجربوا وتردوا عليا الخبار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتمنى لكم الخير وشهيه طيبه، والسلام عليكم.